السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الكداوي ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. قبل ما نبدأ بس الحلقة يا جماعة أتمنى تعمل لايك وفولو للبيج على الفيسبوك، ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير للفيديو. امبارح النادي الأهلي بيرفض هدايا فيوتشر والزمالك بتعادل فيوتشر مع بيراميدز وتعادل الزمالك مع الاتحاد، وبيقول لهم أبدا ما أقدرش أفرق عنكم أكتر من كده، وأتعادل أنا كمان مع المصري بنتيجة 0-0. كمان اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا عليه ان احنا لازم نستغل تعثر المنافس او المنافسين ككل، يعني وان احنا نفرق 7 بونت عن الزمالك و6 بونت عن فيوتشر. كل ده ما حصلش، كل ده ما حصلش منه اي حاجة. والسبب في كده انا مش هقول كولر ومش هقول تحكيم ومش هقول اي حاجة. السبب في كده احنا، السبب في كده لعيبة النادي الاهلي، السبب في كده اهدار الفرص الغير مبرر. انا مش فاهم بجد يعني كولر والتحكيم انا هتكلم عنهم بس في اخر الفيديو. انا هتكلم بس عن لعيبه انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. يعني واحد مثلا زي محمد مجدي قفشه بالكره الانفراد اللي راح بيها دي، المفروض يا باشا حط جون. يعني الكره الانفراد دي انت مش هتجيلك كل مره، ومش هتجيلك يعني كذا مره في الماتش. انت بيجيلك كره واحده بتخلص ايا كان، سواء انت سواء اي فيرود سواء اي لعيب رقم 10، لما بيجي له كره واحده بس في الماتش كله بيخلصها. احنا ليه بنضيع فرص بسهوله كده؟ ليه بنستسهل الموضوع كده؟ الراجل رايح بكل هدوء وبكل بساطه بيحط الكره لحسين الشحات، وكمان بيحطها له وراه. طب يا عم حطها له قدام، الراجل يركب الكره بلغه الكوره، يعني يحط يمينه فيها خلاص في الزاويه من تحت ايد الجون او في الزاويه البعيده او ايا كان، او يضيعها هو نتكلم معاه. انما انا كده مش عارف اتكلم مع حسين. الكره جايه له على غير عدلته وجايه له في ظهره، هيحطها ازاي؟ اذا كان جات له في يعني الجون فاضي كله خالص في ماتش الزمالك، ماتش القاضيه، جات له الجون فاضي خالص وعلى رجله اليمين وحطها في العرض، عايزه يجيب دي؟ يا عم قفشه، يا عم قفشه مركز شويه. يا عم قفشه انت لعيب كويس ولاعيب محترم. انا مش عارف ايه اللي هيحصل لو احنا ركزنا شويه ان احنا نخلص الفرص السهله اللي بتضيع. شادي حسين ده في سيراميكا كليوباترا السنه اللي فاتت كان بينافس على جائزه بوشكاش، بينافس حرفيا على جائزه بوشكاش، بيجيب اجوان من نص الملعب، بيجيب اجوان بقفاه. انا مش فاهم، جه هنا يا عيني من كتر الضغط عاوز يضمن الكوره، بيلف الكوره من تحت رجله كده، بيفرك الكوره عشان يحطها، جت على شماله وحطها اغرب من الغرابه. انا لو مكانه احطها جون، انا لو مكانه اشوط مره واحده، مره واحده ياما بطن رجلي مره واحده في اي حته في الجون. جت ما جاتش خلاص. زي عبد القادر عمل 1 2 مع شادي حسين، شاط الكرة. هو برده كان ممكن بوش رجله يحطها في البعيده، ولكن حط فيها بطن رجله. ما توفيق بقى وعدم توفيق، الكرة جت في محمود جاد وطلعت. ماشي، انا مش هلومك لو انت عملت اللي عليك، بس اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، عشان اللي بيحصل فينا ده حرام حرام. اما احنا نقعد نفقد نقط قصاد المنافس، وهيتاجل لنا ماتشات وهنلعب كاس عالم انديه، ونرجع بقى تاني لنغمه هنكسب المؤجلات ان شاء الله ونتصدر، ان شاء الله نكسب المؤجلات ونتصدر. هيتأجل لك ماتشات كتير، هيتأجل لك ماتشات كتير يا جماعة. فوقوا فوقوا وحسوا بالجماهير وحسوا بالناس. اللعيبة الفراودة، الباكات اللي بيعمل اوفر يعملوا صح. اطلع اركب الكرة بدماغك مفيش مشاكل. حمدي فتحي الكرة في قلب الجون، اخر كرة في الماتش، اخر كرة في الماتش يا حمدي. انت جبت الاصعب منها مرة واثنين وثلاثة، الكرة في الستة بتحطها في دماغك بره ليه؟ يا جماعة في ايه؟ يا جماعة من فوق شوية. ماشي احنا اول الدوري وفارقين ببناط ومش مشكله، ولكن لسه هيتاجل لنا منافسات كتير، والمنافس احتمال كبير يستغل الكلام ده. فيوتشر يستغل الكلام ده، زمالك يستغل الكلام ده، بيراميدز يستغل الكلام ده. مفيش حد فيهم هيلعب كاس عالم انديه وهيتاجل له ماتشات، اخرهم هيلعبوا افريقيا. مش هيتاجل لهم كتير، مش هيتاجل لهم زيك. يا جماعه نفهم شويه وما نضيعش الفرص السهله من ايدينا. ماتش امبارح كان في كورتين، كره لدغموم وكره لجريندو كان ممكن يخلصوا بجوان، وماتش يتعقد اكتر من كده، بس انت برضو جالك فرص وضيعتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه مستر كولر، ايه يا عم كولر في ايه؟ انا مش فاهم ليه كل ماتش اتفاجئ بالفرود اللي هيلعب في النادي الاهلي. يا باشا مين اللي لعب الماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات شادي، نزل لي شريف. طب الماتش اللي فات شريف، نزل لي شادي. لا يا باشا، لا يا باشا، احنا بندعي ان احنا بنفهم كوره وعارفين الدنيا بتدار ازاي. يا باشا هات الفرود حسيت ماتشات. وبرضه عشان بس نكون واقعيين، الكلام ده عندنا احنا بس. ما تقارنليش بقى بهالاند، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، الناس الفراوي لوكاكو. ما تقارنليش، لا ما تقارنليش. الناس دي بترجع من اصابه، هو ماتش واحد حط 5 اجوان ما عندوش مشاكل. لا تعالى لي هنا في مصر بقى، الفرود لازم يحط رجله في الملعب من 5 ل6 7 ماتشات، بعد كده احكم عليه اقعده او اخليه فرود تاني. الفراوده بتترتب زي الاجوان بالظبط. عندي يا باشا فرود اول مثلا وليكن شادي، عندي التاني محمد شريف، عندي التالت بيرسي تاو لو انا اتزنقت خلاص يبقى شادي اللي بيبدا 6 7 ماتشات. لقيت الموضوع مش مجدي معاه، تعالى يا عم شادي انت نزلت المركز الثاني، اطلع فوق يا شريف، العب يا شريف 6 7 ماتشات ورا بعض.
يجيب فورمته، انما ما يجيبش اللعيب العب يا باشا انت ماتش وبعد كده العب انت ماتش وبعد كده العب انت ماتش. لحد امتى هداف الدوري من ايام عماد متعب وفلافيو الاهلي ما خدوش؟ في يا جماعه الناس دي بتلعب كوره جديده؟ الناس دي ما تعرفش الكوره بتدار ازاي؟ الناس دي ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي؟ تعالى بقى للتحكيم اللي احنا هنتكلم عليه اخر حاجه خالص. التحكيم بيساعد اللعيبه ان هي تضيع وقت وتقع. يعني حكم يحسب لي 6 دقايق ما يتلعبش منهم 3 4 دقايق على بعض. كابتن حسام بيتكلم مع جاد يقول له اقع يا جاد عشان نغير، مش هين عليه استنى الكره تطلع بره. ووقع جاد وغير التغييرات بتاعته في الوقت بدل الضايع، وما زادش الوقت بدل الضايع الا دقيقه واحده. محدش بقى يقول لي اصل الحكم راح ادى انذار لمحمود متولي عشان قاصد، وعشان هو انت محمود متولي رايح له ليه اصلا؟ يا باشا خلي الدكه كلها تعترض، انت رايح ليه وانت عارف ان انت معاك انذار معاك انذارين وممكن ما تلعبش ماتش الزمالك لو خدت انذار. سبت الماتش كله ما خدتش فيه انذار رايح تعترض في دي؟ يا باشا يتلكك لك بقى ما يتلككلكش، انت رايح ليه؟ انا ما الومش الناس، انا الوم نفسي، الوم تصرفاتي. انا رايح ليه كمحمود متولي اخش في موضوع زي ده اخد انذار ملوش اي 3 لازمه ما العبش ماتش الزمالك، وعندي اصلا ياسر كمان مصاب. عبد المنعم ماشي، عبد المنعم ممكن يرجع ولا ما يرجعش ولا ما اعرفش دنيته ايه، بس ليه انا اروح ليه يا جماعه؟ حرقه الدم اللي احنا فيها دي هتفضل لحد امتى؟ تحكيم مش في ماتش انا بس. الحكم في الدوري المصري عاطي لعيب بكارت احمر وما طلعوش بره الملعب وبيكمل لعب عادي. الحكام بيحسبوا وقت ضايع ما بيتلعبش منه حاجه عشان اللعيبه بتقع. تيجي تتكلم مع لجنه حكام ولا تتكلم مع كلاتنبرج تقول له باشا لو سمحت عايزين نطبق تقنيه كاس العالم اللي بتحسب الوقت الضايع، يقول لك يا باشا انا بدات الدوري بحاجه هكمله بيها ان شاء الله من السنه الجايه باذن الله وعليك خير. السنه الجايه بقى بياخد ملايين الدولارات وعشان يعمل فيديو في اخر كل جوله اتفق مع هذا الحكم، لقد كان هذا الحكم موفقا في قراره، لا اتفق مع هذا الحكم لم يكن موفقا في قراره. طب ما اروح اشتغل انا بعمل فيديوهات جميل وعندي موبايلي وعندي عدتي وعندي كل حاجه، اشتغل انا ومش هكلفكم اكتر من مثلا اي حاجه. لو اديتني 10000 جنيه اتبسط. ايه يا جماعه؟ احنا بيضحك علينا يا جماعه في الدوري بتاعنا، بيضحك علينا في بلدنا. اللعيبه المحترفه بتيجي عندك عشان انت خلاص بقيت بتدفع فلوس كويسه، اديني جوده. الناس بتسيب البرتغال وتيجي تلعب عندك. ريو افي ده اللعيب اللي اسمه يعقوب اللي احنا رايحين نجيبه، احمد حسن كوكا ساب النادي الاهلي وراح ريو افي عشان يبدا رحله احتراف. الناس ما عادش بتفكر في الاحتراف، بتفكر في الفلوس. انت بقيت بتدفع فلوس حلوه كاهلي كزمالك كفيوتشر كبيراميدز، انت بتدفع فلوس حلوه. خلاص عايز جوده بقى، هات لي محترفين بجوده بلاتي توريه، بجوده اليو ديانج، بجوده علي معلول. هات لي لعيبه محترفه بجوده اعرف العب. امبارح دغموم والجلاصي ماسكين الفرقه يمين شمال. الواد دغموم ده بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه. انت فين وانت بتعمل ايه يا جماعه؟ نفوق. اخر كلام لاداره النادي الاهلي والمستر كولر واللعيبه يا جماعه، نفوق. احنا اول الدوري هتاجل لنا ماتشات، مش عايزين نعيد نغمه هنكسب المؤجلات تاني ونتصدر. النادي الاهلي يجي منه احسن من كده واللعيبه دي تيجي منها احسن من كده. اللعيبه دي لما بتروح فرق تانية بتكسر الدنيا. واحد زي مجدي قفشه ده لو راح فرقه تانية انا بقول لك اهو هيكسر الدنيا. شادي حسين السنه اللي فاتت كان بيجيب اجوان بقفاه وكان بيجيب اجوان من نص الملعب. محمد شريف نفس الكلام لما راح انبي هداف. حسام حسن يا باشا راح اعاره اول ماتش جاب جونين. انا مش فاهم، طب انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ مش فاهم. ما حدش يقول لي ضغط وضغط جمهور وضغط كلام من ده، لا انت بتدخل نفسك في دوامه ما بتخرجش نفسك منها. اعذروني يا جماعه لو انا اتنرفزت شويه، ولكن ده حل اي مشجع اهلاوي. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وفولو للبيج وتعمل لايك وشير للفيديو، ولو بتتفرج عليا من على اليوتيوب تعمل لايك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. سلام.